فضيحة محتملة تشعل الجدل في الجزائر بعد تسريب معطيات حول مشروع غامض في مخيمات تندوف. أثار تسريب معطيات منسوبة إلى مصادر غير رسمية جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر بعد تداول ادعاءات تتحدث عن تشييد مقر فخم يوصف بقصر في وسط مخيمات تندوف. وبحسب ما يتم تداوله تزعم هذه المعطيات أن المشروع المذكور منسوب إلى مسؤول عسكري جزائري رفيع المستوى، وأنه جرى تمويله من أموال دافعي الضرائب، في وقت تعيش فيه فئات واسعة من الشعب الجزائري أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة. وتضيف الادعاءات المتداولة أن موقع هذا المقر يقع في منطقة خاضعة لنفوذ ميليشيات البوليساريو بقيادة إبراهيم غالي، مما أعاد إلى الواجهة تساؤلات قديمة حول طبيعة العلاقة بين بعض القيادات العسكرية الجزائرية وقادة الجبهة، وكذا مصير الأموال المخصصة لمخيمات تندوف. وفي ظل غياب أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة هذه المعطيات، تباينت الآراء بين من يطالب بفتح تحقيق شفاف لكشف الحقيقة، ومن يعتبر أن ما يتداول لا يخرج عن كونه حملة تضليل سياسي. ويبقى هذا الملف إلى حين صدور توضيحات رسمية في إطار الادعاءات غير المؤكدة، في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي لمحاسبة كل من تثبت التحقيقات تورطه في تبديد المال العام.